لا غالب ولا مغلوب، الدم كله يمني، وأعلنا قرار العفو العام والغينا الأحكام، وقلنا فلنتجه نحو التنمية، نحو الخدمات الضرورية للمواطنين كالطرق والمدارس والمستشفيات والجامعات والاتصالات، ومحو الأمية، وإزالة آثار التشطير، ما كان عالق في الشمال والجنوب، وما كان موجود في الشمال، وما كان موجود في الجنوب. وقلنا لازم إن الوحدة تجب ما قبلها، وصفحة جديدة، لا غالب ولا مغلوب، لا من غلب ولا من انتصر في حرب 94 أو في 13 يناير أو في أحداث أغسطس في الشمال. قلنا تجب الوحدة اليمنية كل ما قبلها كان بين الشطر الواحد نفسه أو بين الشطرين في ذلك الوقت. ولكن هذه القوى المنتفعة والهزيلة، أستطيع أقول عليها هزيلة وغير مؤهلة، نعم جو معنا إلى الوحدة، ولكن هربوا من مصير كان مجهولا عندما شافوا شاوشسكو رئيس رومانيا وزوجته بيسحلوهم في الشوارع، هربوا إلى الوحدة إلى الأمام، وجاءوا إلى الوحدة وارتدوا عن الوحدة، وكأن الشطر الجنوبي ملكا لهم أو مزرعة، لا الشطر الشمالي ملكا للحوثيين ومخلفات الإمامة، ولا الجنوب للماركسيين المتطرفين أو السلاطين على الإطلاق. قامت ثورة في جنوب الوطن اسمها 14 أكتوبر ضد الاستعمار والمد السلاطيني، وقامت ثورة في الشمال 26 سبتمبر ضد الإمامة والتخلف والكهنوت الرجعي، وكانت ثورة متلازمة سبتمبر وأكتوبر، كل أبناء الجنوب كانوا بيدافعوا عن ثورة سبتمبر في الشمال، وكان أبناء الشمال إلى جانب إخوانهم في جنوب الوطن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون استقرار في ظل كيانين، لا بد أن يكون كيان واحد هو اسمه كيان الجمهورية اليمنية، سنحافظ عليها كما نحافظ على حدقات أعيننا مهما كلفنا الثمن. هذه هي الوحدة، بركة الوحدة اليوم في هذا القاعة، من المهرة، من حضرموت، من شبوة، من حجة، من صعطة، من إب، من البيضة، من دمار، من تعز، من ريمة، من كل أنحاء الوطن، من الضالع، من كل مكان، نحن في هذا القاعة بفضل الوحدة. أنا أعرف أن أنتم في الخارج تمرون وهاماتكم مرفوعة، هاماتكم مرفوعة لأنكم أبناء الجمهورية اليمنية، لن تكونوا أبناء الجمهورية العربية اليمنية ولا أبناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. جمهورية اليمن أنا أجدها فرصة أتحدث معكم، وعندما أتحدث مع أبنائي وأخواني وآبائي المغتربين وبناتي وأخواتي، أتحدث مع كل أبناء الوطن في الداخل والخارج. قواتكم المسلحة والأمن البواسل يحققون كل يوم انتصارات جديدة في محافظة صعدة ضد القوى المتخلفة الرجعية الكهنوتية، قوى رجعية متخلفة كهنوتية، على الرغم أننا أدفن كل يوم من الشهداء من خير الضباط ومن خير جنودنا، ولكن من أجل الأمن والاستقرار والثورة والجمهورية والوحدة سنقدم القوافل من الشهداء، لن نتراجع على الإطلاق، لن نتراجع أو نتوانى. إن دماء الشهداء مقدسة وغالية. أما ما يخص ما تسمعون شكرا. أما ما تسمعون ما يسمى بالحراك، هي عناصر ارتدت في 93 94 وشعلت حربا طاحنة، وارتدوا
عن الوحدة، واليوم مرة أخرى يعلنوا ما يسمى بالحراك. لكن نحن نتفاهم مع شعبنا في الجنوب، لا نتفاهم مع هذه العناصر الذي رفضها شعبنا في الجنوب، رفضها ولن يقبل بها. وأنتم تعرفون حق المعرفة، حق المعرفة في نهاية حرب 94 أعلنت خطابا لي وقلت لهم يسلموا أنفسهم هؤلاء العناصر المرتدة إلى أقسام الشرطة، ولا سيذهبون عن طريق جيبوتي ويذهبون عن طريق الشرورة ويذهبون عن طريق عمان. وفعلا هذا ما حصل، هربوا لأنهم لا وجود لهم مع شعبنا في الجنوب. شعبنا في الجنوب يعشق الوحدة ويدافع عن الوحدة وناضل من أجل الوحدة ويموت من أجل الوحدة. من الذي ادى لهم حق الوصاية لدى شعبنا في الجنوب؟ من الذي ادى لهؤلاء القوى المرتدة الذين يتصقعون في شوارع أوروبا ويتسولون في الفنادق ومعهم المال الحرام الذي كان معهم أثناء حرب الردة والانفصال؟ هم الآن يتسولون في الهايد بارك، في النمسا، في جنيف، في كل مكان. من ادى لك حق الوصاية على حضرموت، على المهرة، على أبين، على شبوة، على عدن، على لحج، على الضالع؟ من ادى لك حق الوصاية؟ من ادى للحوثي حق الوصاية في صعطة؟ من ادى لبيت حميد الدين حق الوصاية في الشعب اليمني؟ من؟ لا. نحن قمنا بثورة ضد الظلم والتخلف والفقر والجهل